تمنيت الحجاز أعيش فيه فأعطى الله قلبي ما تمنى. سقى الله الحجاز وسكنيه وأمطر كل ساقية ومغنى. تصريحات عدائية للإسلام أطلقها القس رود بارسلي الذي دعم جون ماكين لكرسي الرئاسة الأمريكية. المرشح الجمهوري لم يرفض تلك التصريحات ولم يتنصل منها. رود بارسلي الذي دعم المرشح جون ماكين تعدى في كتابه لن نبقى صامتين وخلال حصص الوعظ التي تظهر على شاشات التلفزة على الإسلام، معتبرا إياه دينا يحض على العنف. الإسلام ضد ديانة المسيح، الإسلام دين يغزو العالم عن طريق العنف. المرشح الجمهوري جون ماكين لم يتصدى لتلك التصريحات ولم يرفض ترشيح بارسلي. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا اليوم مع قائد حقيقي في أمريكا. مرشد روحي هو القس رود بارسلي. لعدة سنوات عملنا مع الحكومة السعودية على ضرورة إزالة كل ما يشير إلى التعصب تجاه الجماعات الدينية الأخرى في المناهج التعليمية في السعودية وأماكن أخرى، وعليه فقد أقرت الحكومة السعودية في يوليو من عام 2006 بضرورة مراجعة وتحديث كتبها الدراسية وإزالة كافة الفقرات التي تروج للكراهية تجاه الجماعات الدينية والأديان الأخرى. وقد ذكرت الحكومة السعودية أنها سوف تستكمل هذه العملية مع بداية العام الدراسي 2008. على المسلمين أن يتعلموا كيف يصغون إلى انتقادات الآخرين، علهم يعيدون النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديهم، ومتى استطاعوا أن يفعلوا ذلك سيراهم العالم بطريقة أفضل. انفردنا في مجلة السياق العربي ومنذ أكثر من سنة بفضح اللص الأول عبد الملك سلال وزير أول الحكومة الجزائرية، فضح فساده الأخلاقي والسياسي وفضح فساد وأخلاق أفراد عائلته أيضا. وننفرد اليوم بفتح هذا الملف الذي لم يفتحه أحد قبلنا، ملف علاقة زوج اللص الأول عبد الملك سلال فريدة بشيخ الطريقة العليوية، طريقة الدجل والشعوذة والتجسس والتخابر مع الاستعمار وتحريف القرآن والتخلي عن مبادئه الأصيلة واستبدالها بمبادئ دخيلة تمليها عليه وعلى من معه المخابرات الفرنسية. نفتح هذا الملف الشائك اليوم لكي نكشف للناس وخصوصا للجزائريين حقيقة هذا الرجل الذي يحكمهم الآن نيابة عن الرئيس الشبح عبد العزيز بوتفليقة، والذي يطمح إلى أن يصبح رئيسا بعد وفاته وربما قبل وفاته. عبد الملك سلال وفريدة لم يترك شيئا يقربهما من رئاسة الجمهورية إلا وفعلاه. أقبل على السحرة والمشعوذين، باع سيادة الوطن، وفعل كثيرا من الأمور آخرها هو التقرب من هذا المدعو خالد بن تونس شيخ الطريقة العليوية، الطريقة التي حاولت اغتيال الإمام المجدد عبد الحميد بن بادية 90 سنة من الآن. ولا عجب في ذلك، فأسرة الوزير الأول أو اللص الأول لا تهتم كثيرا بالإسلام، فهي صاهرة أسرة مسيحية لبنانية من بريطانيا ضاربة بالشريعة الإسلامية وبقانون الأسرة وبنظم الحالة المدنية الجزائرية عرض الحائط. وكيف لا تفعل والحركات التي تسمي نفسها حركات إسلامية لا تهتم بأن يكون رئيس الجزائر المستقبلي بهذه الطريقة في التفكير، فالمهم أن تشبع من الريع الذي توزعه عليها السلطة الحاكمة. هاي جت حجة الويسكي. نوري وجا سي مراد. شكون سي مراد؟ هذاك الشيخ المعمر بالدراهم هذاك نلفاه على بالك. أي يلا كل واحد الخدمة تاعو. أي يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تذكر اسم الله يا منعول. راك تهرب لي شلون تسد العزيمة. يا سيدي سامحني يا سيدي. يا سيدي أنا بين رجليك. كي ذكرت اسم الله وهو الجنون اسمع يعود سلط عليك الرعود. اسمع الرعود يا عروض سلط عليه الرعود. وإذا فمن هو خالد بن تونس شيخ الطريقة العليوية؟ وما هي الطريقة العليوية؟ وما دورها أيام الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟ وما دورها اليوم كذلك في خدمة الأجندات الاستعمارية الاستخباراتية الغربية لتحريف الإسلام عن مبادئه وجعله دينا لا لون له ولا رائحة؟ خالد بن تونس هو ابن عدة بن تونس، وعدة بن تونس هو صهر أحمد بن مصطفى العليوي المستغنمي، أحد مؤسسي الطريقة العليوية التي انشقت عن الطريقة الشاذلية وانحرفت عن الصوفية الحقيقية وتحولت إلى مذهب شركي موال للاستعمار الفرنسي يقول بمبادئ دخيلة على الإسلام كوحدة الوجود مثلا. ووحدة الوجود لتبسيطها لمن لا يفهمها هي القول بأن الإنسان هو نسخة أرضية من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يتجسد في جسد الإنسان وروحه ويصبح جزءا منه. وتلخص هذه النظرية قصيدة الحلاج المعروفة التي يقول فيها: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا جسدا. وهذه نظرية قد يقول البعض إنها طريقة تفكير تجديدية في الإسلام، لكن الذي يريد أن يفهمها من الداخل سيعلم بلا شك أنها مجرد استنساخ للتثليث المسيحي الذي هو في حقيقة الأمر حسب اعتقاد المسلمين بدعة طرأت على الدين المسيحي، دين عيسى عليه السلام. الطريقة العليوية تطرفت في خدمة الاستعمار الفرنسي وكانت قريبة منه جدا، وحاولت في 14 ديسمبر 1926 قتل الإمام عبد الحميد بن باديس في نهج السود بحي القصبة في قسنطينة بعد أن خرج من مسجد سيدي قموش على يد أحد مريديها الذين كانوا من مدينة برج بوعريج. وقد سئل الذي حاول اغتيال بن باديس من قبل الشرطة الفرنسية عن سبب محاولته قتل هذا المجدد، فقال إنه كان يحاول قتله لأن ابن باديس ينكر الأولياء الصالحين، وهي كذبة افترى بها شيوخ الطريقة العليوية ومن شابههم على الشيخ ابن باديس الذي يحمل فعلا فكرا سلفيا، ولكنه فكر سلفي معتدل عقلاني، وليس هو بالتأكيد منهج سلفية آل سعود، سلفية عمياء جهلاء لا تأخذ إلا بما يأخذه هذا الحاكم. يقول الشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر الراحل وتلميذ الشيخ ابن باديس عن هذه الطريقة في كتابه المعروف البدعة والسنة: وانا سمعت البدء والصحة الدرية وتعاونيني بالخير. في عام 1938 نشرت جريدة لو بوبولار الباريسية لسان حال الحزب الاشتراكي آنذاك مقالا عربته مجلة الشهاب ونشر تحت عنوان ما يقولون عنا. جاء فيه أن الجنرال بيجو هو الذي خطط لاستخدام الإسلام لفائدة فرنسا بعد أن رأى أن المقاومة الشعبية ما تزال متأججة باسم الدين ويرفع راياتها مشايخ الطرق، ومنهم الأمير عبد القادر الذي كان أبوه محي الدين شيخ طريقة. فقررت فرنسا أن تحتال في جعل سلطتها من سلطة الدين، ونجحت في الموضوع أيما نجاح، ويوجد نص هذا المقال في مكان آخر من هذا الكتاب.
ويؤيد هذا قصة جاسوسها الكبير ليون روش واعترافه الذي سجله في كتاب ألفه تحت عنوان 30 سنة في الإسلام. وقد نشر مقال عن ليون روش وكتابه في مجلة الفتح القاهرية، ونقلته عنها جريدة الشهاب في عددها 161 الصادر عام 1928، وقدمت به بكلمة ذكرت فيها أسباب إقدامها على نقله، ومنها ما فيه من شهادته على شيوخ الطرقيين. لقد جاء في اعتراف ليون روش قوله: اعتنقت الإسلام زمنا طويلا لأدخل عند الأمير عبد القادر دسيسة من قبل فرنسا، وقد نجحت الحيلة فوثق بي الأمير وثوقا تاما واتخذني سكرتيرا له. ثم ذكر أنه استطاع أن يتصل بالعلماء شيوخ مشايخ الطرق في الجزائر وتونس ومصر والحجاز، وأن يسخر بعضهم لخدمة فرنسا، وختم كلامه بإعرابه عن احتقارهم واشمئزازهم من خيانتهم دينهم، فقال: إن الإسلام دين المحامد والفضائل، ولو أنه وجد رجالا يعلمونه للناس حق التعليم ويفسرونه تمام التفسير لكان المسلمون اليوم أرقى العالمين وأسبقهم في كل الميادين، ولكنه وجد بينهم شيوخا يحرفون كلمة ويمسخون جماله ويدخلون عليه ما ليس منه. وإنني تمكنت من استغواء بعض هؤلاء الشيوخ في القيروان والإسكندرية ومكة، فكتبوا إلى المسلمين في الجزائر يفتونهم بوجوب الطاعة للفرنسيين وأن لا ينزعوا إلى الثورة، وبأن فرنسا خير دولة أخرجت للناس، وكان ذلك لم يكلفني غير بعض الآنية الذهبية. لم يكفهم لشقائهم أن يخونوا دينهم حتى قبضوا ثمن الخيانة ثمنا زهيدا من آنية الذهب، وهي حرام استعمالها في دينهم. والحق أن تعميم هذا الحكم في كل العلماء ومشايخ الطرق لا يصح، فقد أفتى علماء المغرب كالشيخ تسولي وغيره بوجوب استمرار الجهاد وبارتداد المتعاونين مع الفرنسيين، كما رفع راية الجهاد عند كل ثورة كثير من هؤلاء المشايخ، ومنهم الشيخ بن حداد وابنه الشيخ عزيز المساعد الأيمن للمقراني رحمهم الله. وقد استحق الشيخ عزيز ذم المجلة الأهلية. الشيخ عدى بن تونس الذي خلف شيخه بن عليوة في تحمل خلافة الطريقة، ولعب في حياته دورا كبيرا بصحبته ورفقته في رحلاته والذب عن شيخه في مقالاته وكتاباته، إذ كان مسؤولا عن الإعلام في حياة شيخه ومحررا في جرائد الطريقة كلسان الدين والبلاغ الجزائري. وعند وفاة شيخه في صائفة عام 1934 خلفه في المسؤولية والرئاسة، لأنه لم يكن له عقب حتى عام 1952، ثم أورثها عقبه من بعده إلى الآن. وأثناء قيادته للإخوان انحسر مد الطريقة انحسارا كبيرا، ولم تعد تظفر بالأهمية التي كانت لها لظروف كثيرة، لعل من أهمها ما كانت تتمتع به شخصية شيخه من قوة طاغية على الإخوان وكفاءة نادرة في قيادتهم وتنويمهم. ولكن لا يمكن إهمال أهمية انتصار الفكرة الإصلاحية انتصارا ساحقا، وذلك بفضل اليقظة الكبيرة التي عمت مظاهرها في كل الميادين الدينية والسياسية والثقافية، وانتشار الوعي ورفض الناس عموما والشبيبة خصوصا فكرة تأليه المخلوقات والإيمان بأن الشيخ هو الإله وليس سواه وانظر إليه تره، كما أن فكرة ألوهية البشر والشجر والبقر والشمس والقمر والبغال والحمر، وأن الفاني هو الباقي مما يبث في أشعار وحدة الوجود، لم تعد تجد من يميل إلى سماعها والاطمئنان إلى من يقولها والتصديق الكامل بها. وشر ما جاءت به هذه الطائفة من عقائدها الزائفة هي عقيدة حلول الخالق في المخلوق ووحدة الوجود، وأنه ما ثم إلا شيء واحد. هذه المرئيات مظاهر، فلا خالق في الحقيقة عندهم ولا مخلوق ولا رب ولا مربوب ولا عابد ولا معبود. يسقطون التكاليف ويخلعون ربقة التشريع، ولا يبقى عندهم معنى للدين، وهذا عند كل مسلم بأدنى تأمل من الكفر الصريح المنافي للقطعيات الضروريات. وهم لو ابتدأوا دعوتهم بهذا التصريح لقابلتهم عامة المسلمين بالإعراض، بل ربما نالتهم بالضرب والتقتيل.
ولكنهم لخبثهم ودهائهم يبتدئون دعوتهم بتلقين ذكر سري وحث على العبادة ومشاهدة الله، ثم بالرقص الذي تتهيج فيه الأعصاب وينفتح فيه الخيال، ثم بالخلوة والجوع والسهر فيها حتى تتغلب عليه سوداؤه ويستولي على عقله وهمه وخياله، فيخرج وهو يقول إنه لا يشهد إلى الله، وإنه ما في الكون إلا الله، وإن الله هو، وإنه هو الله، إلى هذيانات لا تقبلها ملة ولا يصدقها عقل غير ملة الحلولية وعقل من قضى مدة تحت تأثير الأوهام والمخدرات. بعد استقلال الجزائر وفي الستينات هاجمت الشرطة المركز الأكبر للقوم في مدينتهم، واعتقلت بعض الأوروبيين والأوروبيات مشبوهين ومشبوهات، وضبطت لديهم مخدرات، واعتقل كبير القوم، وكانت فضيحة كبيرة. أما العلويون فقد كانوا يتمتعون كعهدهم من قبل بكل عطفها وتأييدها، عطف وتأييد الإدارة الفرنسية. وأستطيع أن أضرب مثلا محسوسا يعرب بوضوح إلى أي مدى بلغت ثقتها بهم وتعاونها معهم واعتمادها عليهم ومساعدتهم في تكوين إخوانهم وإطاراتهم. هذا المثل ننقله من كتاب لهم أصدروه للدفاع عن شيخهم، وجمعوا فيه شهائد وفتاوى، وسجلوا فيه شهادات كثيرة منها ما هو صادر من أقطابهم. ولما جاء ذكر كبيرهم الشيخ عدة بن تونس قال صاحب الكتاب في ترجمته: إن فضيلة المشار إليه حقيق بأن يعتبر كبيرا بين أقرانه ولو مع صغر سنه، لما جبل عليه من حسن الاستقامة وجميل الأخلاق، زيادة مما أعطي من سلامة الذوق وصحة الوجدان. وقد رأيت إقدامه وكريم شيمه المستفادة من تعاليم الأستاذ ما يسحق الذكر، ومن ذلك أنه انخرط في سلك العسكرية الفرنسية على ما يقتضيه القانون الجبري، وصار مقره القشلة بدل المسجد، فعكف على عمله الذي هو من عادته، وكان يستعطف من حوله من أفراد الجند ليستميلهم إلى العمل بالدين ويحبب لهم الذكر والذاكرين، إلى أن صارت كلمة الإخلاص تذكر ليلا نهارا داخل القشلة بأصوات مرتفعة. ثم اشتدت الرغبة في الذكر على الأسلوب المعتاد عند الفقراء، إلى أن استحسن رؤساء الجند من الفرنسيين تلك الأنغام، فألزموا الجند أن يكرروا كلمة الإخلاص بتلك الصيغة أثناء مشيهم النظامي ورجوعهم من التعاليم الرسمية. فكان الجند يدخل بكلمة الإخلاص يتقدمهم فضيلة السيد عدة مع من كان معه من الفقراء، وقد كان له أبلغ معين في ذلك أحد إخوانه في هذه النسبة يدعى ابن عبد الله بن قطاط، وكان ذلك بمدينة مستغانم. ونشر الشيخ أحمد حماني ترجمة مقال قامت مجلة فرنسية تدعى المجلة الأهلية لا روفي انديجان بنشره في عدد نوفمبر 1927، ثم أعادت مجلة الشهاب التي تتبع لجمعية العلماء المسلمين نشره. ويتحدث هذا المقال عن أحمد بن عليوة مؤسس الطريقة العليوية، واصفا إياه بأنه المرابط العصري وصديق فرنسا. يقول المقال: واليوم بعد الإياب من الجولة التي جعلناها بقصد دراسة أحوال القطر الجزائري، يجب علينا أن نثني على همة الزعيم الديني الكبير محب التقدم وصديق فرنسا الشيخ سي أحمد بن عليوة المستغانمي. فهذا العالم الروحي العظيم يبث في أتباعه وهم يفوقون 200,000 في سوريا واليمن ومصر وطرابلس وتونس والجزائر والمغرب حب بلادنا فرنسا، على قلة المرابطين المسلمين الذين يؤيدون فرنسا بتأثيرهم الأدبي. فلا غرابة إذا نحن مدحنا كل من كان مواليا لسياستنا. وهذا الشيخ بن عليوة من أصل وضيع، قضى أعواما طوالا في دراسة العلوم العربية بالقاهرة ومكة وسوريا، ولما آب إلى الديار الجزائرية لم يكن يبث في أتباعه روح التعصب، بل كان هو المثال الأعلى للتسامح. وإن نظرة واحدة في حال الشيخ تدلنا على سعة فكره وفسحة صدره، فهو يدارس قسيسا كاثوليكيا بتيرفيل أو البيض، ويبحث معه في الوسائل السهلة الاستعمال لمزج أرواح المسلمين وإرادتهم بأرواح المسيحيين وإرادتهم. إعجابه بالمسيح والإنجيل، وهو معروف لدينا بشديد إعجابه بالمسيح والإنجيل،
وهذا ما أخذه عليه المتحمسون الأقدمون المتعصبون، وهو لا يشتغل بالسياسة ويحرر صحيفة عربية الغرض منها تلقين العامة الثقافة الروحية، وهي تطبع بمطبعة مستغانم تحت اسم التقدم الجزائري. وابن عليوة هو الشيخ الوحيد الذي أسس زاوية بفرنسا، وله فيها قاعة للصلاة واجتماع إخوانه بباريس في شارع سان جيرمان رقم 26. قد يتساءل الناس لماذا ندعو ويدعو الشيخ أحمد حماني هذه الطريقة العليوية بينما تدعو هي نفسها الطريقة العلوية. الحقيقة هي أننا ننسبها إلى مؤسسها الأول أحمد بن عليوة، بينما يحاول أصحابها أن يلبسوا ويخدعوا الناس فينسبوا نفسهم إلى علي بن أبي طالب كي يختلط الفهم على الناس ويعتقدوا أن لها جذورا تاريخية تعود إلى أيام الصحابة وآل بيت. لكن ما هو حال هذه الطريقة العلوية اليوم؟ نقرأ معكم مقالا كتبه باحث مغربي اسمه نوفل بن إبراهيم عن هذه الطريقة وعن أختها الطريقة المشيشية، اللتين يشتركان في رأي هذا الباحث في عمالتهما للاستعمار الفرنسي السابق والحالي بأسلوب جديد ومبتكر. يقول نوفل بن إبراهيم عن إحدى النشاطات التي نظمتها هاتان الطريقتان: كان المنتدى الذي عقد في مدينتي طنجة وتطوان بين 25 يوليو و 30 يوليو تحت عنوان براق ومخادع كما سوف يأتي بيانه، ألا وهو المنتدى العالمي الأول للطريقة المشيشية الشاذلية. وقد تركزت المحاضرات على محور الدور الصوفي تجاه قضايا المجتمع مثل التصوف والمواطنة والتصوف ووحدة المغرب العربي والتصوف وحوار الأديان، وكأن التصوف صار ملح الطعام لا غنى عنه، وهو الحل لكل مشاكل الإنسان والمجتمع والدولة. والملاحظ دائما في كل هؤلاء المحاضرين المثقفين من الصوفية الجدد سواء في هذا الملتقى أو في محاضراتهم الأخرى التي يلقونها أمام المثقفين أنهم يمارسون التقية الشيعية، فهم يتجنبون كل التجنب ذكر الجانب المظلم والخرافي للتصوف رغم دعوتهم له في زواياهم وحضرتهم ولقاءاتهم الخاصة وطقوسهم. فتلك المحاضرات التي يتظاهر أصحابها بالحداثة والعقلانية تخفي ما يمارس في الزوايا مثل الزاوية البوتشيشية وحليفتها وأمها من الرضاع العلوية من ممارسات تبلغ المدى في تكريس الجهل والخرافة وإهانة الكرامة الإنسانية والعقل، من عبودية البشر للبشر وصراخ هستيري كلما ذكر اسم الشيخ وترويج للخرافات التي تمثل انتكاسة للعقل المسلم، ولكتب تنحط بالعقل الإنساني إلى هاوية سحيقة مثل كتاب الإبريز الذي أملاه الجاهل الأمي عبد العزيز الدباغ على أحد تلاميذه. وقد حضر المنتدى وحاضر فيه عدد كبير من المثقفين والرموز الصوفية من البلاد العربية والغربية، كان من أبرزهم الثنائي الصوفي فوزي الصقلي أهم مثقفي الطريقة البوتشيشية وزعيم التيار الفرنكفوني فيها، وخالد بن تونس شيخ الطريقة العلوية، اللذان يعتبران أهم رمزين من المغرب العربي لهذا النوع الجديد من التصوف الذي يمثل تطويرا وتجديدا للتيار الصوفي الذي عرف في فرنسا والبلاد الغربية منذ عشرات السنين باسم تيار المدرسة التقليدية، أو ما يسمى بالفرنسية لتراديشناليست وبالإنجليزية تراديشناليست، الذين عرفوا بنقدهم الشديد للحداثة الغربية، وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسي ريني جينون الذي كان يؤمن بوحدة الأديان وتعمق في الهندوسية بعد خيبة أمله في قدرة الكاثوليكية على مواجهة الحداثة،
ثم اتصل بالشاذلية في مصر وأعلن اعتلاق الإسلام، وقد روج للمدرسة التقليدية التي تقوم على مبدأ وجود حكمة أزلية مشتركة بين الديانات الكبرى مثل النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية والإسلام، التي رغم اختلافها الظاهري فهي تمثل طرقا صحيحة وجديرة بإيصال السالك إلى الحكمة الأزلية المطلقة الكامنة في الروح الباطنة لكل الأديان. يضيف أيضا الكاتب المغربي: ومن أهم تلاميذه الذين روجوا لتياره فريتيوف شون السويسري الذي انضم إلى الطريقة العليوية على يد مؤسسها أحمد بن عليوة المستغانمي، ثم أسس الطريقة المريمية بعد وفاة أحمد بن عليوة، وقد طفحت كتاباته بفكرة الدين الأزلي والحكمة المطلقة الكامنة في الأديان الكبرى التي كان يرى صلاحها كلها للوصول إلى الحقيقة المطلقة. ولا زالت طريقته المريمية تنشط إلى يومنا هذا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهي تضم مريدين ينتسبون إلى الإسلام واليهودية والنصرانية. ويضيف الكاتب المغربي: ولا شيء في فوز الصقل يوحي بمعنى من المعاني التي توحيها كلمة صوفي أو رمز صوفي في الذهن، فهو حليق اللحية والشارب، يلبس أحدث الموديلات الفرنسية، كما أنه يتصرف بكل أريحية على الطريقة الفرنسية، فقد كان يتبادل القبلات البريئة على الخدين طبعا بكل أريحية فرنسية مع المريدات اللواتي كنا يأتين للسلام عليه ويطوقهن بذراعه أمام أنظار الحاضرين. وكذلك كان شأن رفيق دربه وحليفه الولي الصالح شيخ الطريقة العلوية خالد بن تونس المقيم في فرنسا منذ عقود، الذي لم يقل عنه في توزيع القبلات البريئة على الطريقة الفرنسية وتلقيها من المريدات وتطويقهن بذراعه أيضا. وآخر ما يمكن أن يخطر على بالك إذا ما رأيت أنك أمام شيخ طريقة صوفية يعتقد أتباعها الذين يوجد أغلبهم في فرنسا وبلاد الغرب أنه ولي من أولياء الله وصاحب سر عظيم وبركات عظيمة، فهو حليق اللحية والشارب أيضا، يفضل لغة فولتير في التخاطب، ولا شيء في سلوكه يذكر بالدين وبالصلاح وبالتقوى. ويعجب المرء من خالد بن تونس هذا ومن قدرته على إقناع أتباعه المبثوثين في أنحاء الأرض بولايته، فبقطع النظر عن مظهره الخارجي وعن عقيدة العلوية الحلولية والاتحادية وعن اعتقاد الرجل بوحدة الأديان وعن موقفه من عقيدة تناسخ الأرواح التي يؤمن بها ورفاق دربه، فهو على ذلك يمارس إسلاما آخر موضة بامتياز وبدون حدود أو تحفظ، فكل شيء عنده مباح، إسلام فرنسي أو أمريكي إن شئت. فزوجة الولي الصالح غير محجبة، وكذلك ابنته اللتان تسابحان ضيوف بكل أريحية فرنكفونية، بل الأدهى من ذلك وأمر أن ابنته كانت ترتدي لباسا يكشف عن جانب كبير من صدرها، وكذلك مريداته وقريباته اللواتي جلبهن من الجزائر، فقد امتلأت قاعة المحاضرات بالصوفيات البوتشيشيات والعلويات اللواتي كن يرتدين ما خف وشف من ملابس تكشف الأفخاذ وجوانب كبيرة من الصدور والنهود أيضا، وملأنا القاعة بدخان سجائرهن الفاخرة، حتى همس أحد الحاضرين الظرفاء قائلا: لم نعد ندري هل عدد المدخنين أكثر أم المدخنات. مولاي إني ببابك قد نصبت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك قد نصبت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي إني ببابك قد. طريقة
علاقة فريدة سلال زوج الوزير الأول عبد الملك سلال بخالد بن تونس ليست علاقة صداقة فقط، بل هي علاقة شراكة، فهما نظما مع بعض كثيرا من النشاطات الثقافية والفكرية كما يزعمون، كان آخرها ملتقى حول تحرير المرأة ودور المرأة في الإسلام الذي أنشأوه، إسلام الطرقية العلوية، الإسلام الذي سمح لخالد بن تونس أن يتضامن مع شارلي إبدو بعد أن سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريدة سلال ألقت محاضرة في هذا الملتقى الذي جرى في وهران، والذي حضره عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الجزائرية، طبعا بدفع من الوزير الأول شخصيا. وكانت محاضرتها بعنوان لي سوسيتي تراديسيونيل ماترياركال، أو المؤسسات التقليدية الأسرية أو الأمومية. ومن أين لفريدة سلال أن تعرف معنى الأمومة، وهي الأم المهملة التي تسببت في احتراق جسد ابنها الكبير فارس بعد أن تركته وحده وانشغلت بأشياء أخرى، وهي التي صاهرت عائلة مسيحية خارقة بذلك القانون الإسلامي والقانون الجزائري معا. فريدة سلال تنظر إلى مفهوم الأنثوية أو الفيمينيزم نظرة متطرفة تقتبسها من طريقة تفكير الغرب، طريقة في التفكير لا نجدها حتى عند كثير من نساء الغرب الساخطات على هذا التطرف. فريدة سلال ترى العلاقة بين المرأة والرجل علاقة صدام وخصومة وتضاد، لا علاقة شراكة وتكامل كما يراها الإسلام وكما تقتضيه مبادئ القوامة التي تعني أن الرجل له مركز القيادة باعتبار الملكات النفسية والفيزيولوجية التي يتمتع بها. أنت يا عزيزي المستمع عندما تسافر في طائرة قد تكون أعلم وأكثر كفاءة من قائد الطائرة، ولكنك لا تحسن قيادة الطائرة، لذلك فأنت تتركها لقائدها ولا تتدخل في شؤون أنت في غنى عن التدخل فيها. وهذه هي القوامة، قوامة أهملتها الحركات الإسلامية لانشغالها باقتسام المال والنفوذ مع النظام الجزائري، قوامة لا يفهمها لا خالد بن تونس هذا المتغرب الذي باع عقله وضميره للفرنسيين كما فعل أبوه وسهر أبيه، ولا تفهمها لا فريدة سلال تلك الأنثوية المتطرفة التي تريد أن تفرض نظام حكم في الجزائر يبيع السيادة ويتخلى عن كل مقومات الهوية في سبيل الحصول على السلطة والبقاء فيها، ولا يفهمها البهلول عبد الملك سلال الذي تقوده فريدة سلال من أذنيه. نترككم مع هذه الأنغام الصوفية، أنغام لا تتناقض مع التوحيد بل هي تؤكده وتشدد عليه. من لي ألوذ به إلاك يا سندي هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟ إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك